روغوف. روغوف. لا روغوف ما عنديش مشكل معه. لا هو الروسي هذاك. ها الروسي. هو كان مدرب. كانوا هما في ثلاثة. ها كانوا في ثلاثة. كان روغوف. ايه كان سعدان اللي هو مريض نطلبوا له الشفاء. ومحمد معوش كان مريض ربي يشفيه كانت. هو مسك المنتخب ثلاث تصفيات صح؟ روغوف. تصفيات كاس 82. 82 هو اللي كان فيها. هو اللي ليش ما يلعبك؟ لا انا كنت كي بدات تصفيات تاع الكاس العالم جبت لان كانوا محل المشاكل ما حبيتش نقعد في الفريق. ومن بعد ذلك عاودوا كي تاهلت الجزائر لكاس العالم اسبانيا عاود زقالي روغوف ورحنا درنا كاع التدريبات كيف الاخر تدريب لي معاه شهر او شهر ونص قبل المونديال في اسبانيا. رحنا لاسبانيا بالذات لنفس المكان رحنا نشوفوا وين. لا عن التصفيات انا اكلمك. حتى هو قال مباراه نيجيريا انت ما لعبت. حتى سالوه ليش ما لعبت علي بن الشيخ قال لاعب ثقيل. نيجيريا مقبل. هذا كان تنين واحد. قال عنك لاعب ثقيل. قال عنك لاعب ثقيل يعني على لهجتك انت خزانه يعني خزانه. لا هو قال ما بعرف. لا شوف قال لاعب فردي اتذكر. والله العظيم شوف الانسان اللي قالها كان قالها غير كيما هذه ما عندهاش واحد 3 شهور او 4 شهور قال هذا الكلام. قالوا له علي لاش ما لعبش بن شيخ في المونديال. قال لهم ما يدربش كثير. هذه وحده. وفي الفريق تاعو ما كانش كان يدرب. تما انا ما ندرب ما ولو نجي نلعب هكذاك بكان. وهو عمره ما كان ما دربني ما حضر معايا مولو. كيفاش يعرف بلي ندرب او ما ندربش؟ هذه وحده. ثانيا لاعب اللي ما يدربش هل ينجم؟ هنا لاعبين صح. هل ينجم يشد من جهه القوه يلعب في الفريق تاع مولوديه الجزائر؟ كنا نلعبوا على الكاس على الدوري وعلى الشامبيونز ليغ افريكا اللي ديناهم في 3 في سنه واحده. ونلعب في فريق الوطني تاع العسكر. كنت نجوز في العسكر وفريق الوطني الف. كيف نشد انا اكسترا تيراست ولا كيف نشد؟ وعمره ما دربني. ولكن كي دار هاد المقال هذا لا انت حبيتش نجاوبه انا في السن تاعو. انضميت معه في التصفيات فتره معينه. ايه كنت معاه انت فتره معينه يعني مش فتره طويله. مع روغوف ولا مع هاد روغوف هذا؟ لا روغوف فتره معينه. روغوف خدمت معه. خدمت معه مده سنوات. ومن بعد للاسف استبعدك مباراه نيجيريا مباراه التاهل. كنت نلعب مع روغوف. كنت نلعب مع. لا ما لعب في نيجيريا. لا ما لعبتش في قسنطينه هنا ماشي في نيجيريا. تكلم على نيجيريا النهائي في نيجيريا في ليغوس. ما رحتش لتماتيك ما رحتش. بس تعرف ايش قال عنك؟ قال عنك لاعب فردي. قال لاعب فردي ما تلعب للمجموعه. شكون اللي قال هكذا؟ هو ريغوف. شو اسمه؟ روغوف مات ما قالش. وقبل ما يموت انا ما كلمته. انا سويت سيرش بحث كامل. فهو من التصريحات اللي قالها ان علي بن الشيخ عليلو لاعب فردي بس. لاعب ممتاز بس فردي يعني فني فردي يعني لاعب تلعب لحالك ما تلعب مع الجروب يعني مجموعه. واش عليه يقول في اللعب فردي؟ ميسي كي يحكم الكره يلعب فردي او يلعب مع المجموعه؟ تقريبا فردي. يحكم يراوغ كاع الناس ويروح يسجل هكذا. المهم هل اللاعب ينجم يجيب زايد وينفع الفريق ام لا؟ كل لاعب عنده. نحكي لك واحد القصه. كان مدرب هذا اللي كان هو كان مدرب فريق الوطني. كنا راح يلعبوا مع الأوغندا كرو ولا سويسرا ولا ما شفت. درنا اجتماع قبل الماتش ب4 سوايع. وهو كان عنده كاريزما يخوف شويه. قالنا اليوم المقابله كنترول باس. وحنا ماشي لعب تاعنا هذا كنترول باس. ملعب سان جويل لهنا 70,000 كنترول
باس كونترول صح. واش على انا قلت او يتكلم او يمعني عليا ممكن. دخلنا نلعبوا كونترول باس 15 دقيقه يصفر الشعب، 20 دقيقه يصفر، ومن بعد تقول له يصفر. هذا ماشي لعبنا. من بعد قلت انايا ندير واش نلعب اللعب ديالي، ومن بعد يدير واش يحب. كي حكمت الكره من 35 و 40 متر وراوغت كاع المجموعه اللي قال لك يلعب فردي وسجلت الهدف. الملعب ناض في لاميطون كي صفر الجزء الاول، جاي يجري لي قال لي عملتها. قلت له لا حبيت نخرج. قالت لي دوك تخرج انت. قال لي باش الشعب يدور عليا، باش الناس تدور عليا. هاو اللعب الفردي. يعني انت كنت تستغل محبه الجمهور عشان تضغط على المدرب معناته؟ لا ما نضغطش على المدرب، لا حاجه. نلعب لعبي، كل واحد يلعب لعبه. ما هذه هذا يلعب فردي، هذا ما كل واحد عنده. كان عندنا مدرب في الجزائر، احسن مدرب في تاريخ الجزائر. من هو؟ كاباتو، عمي اسماعيل خابطو. انسان كبير توفى. هذايا مستوى عالي في ممكن نحكي لك عليه من بعد ولا. هذا عمي اسماعيل خابطو. ما نعرف ولا تسمع به ولا تدخل في جوجل تصيب. هذا عمي اسماعيل خابطو. هاد المدربين اللي يقولوا لي اليوم يقولوا تلعب وحدك كما يقولوا. كاش يقولوا بالعربي، كاش قلت لي اللي يلعب مهاري، يلعب فردي. يبقى هذا عمي اسماعيل، هذا الله يرحمه ويجعله في الجنة. امين الله يرحمه. هذا هو اللي بدا يلعب، طلع فيا وانا صغير 16 سنه ونص، يلعب فيا مع الاكابر 17 سنه وبديت نلعب معاه. عطاني تعليمات، قال لي من 35 متر للتحت ما تمتش الكره، روح وحدك. وانا نحشم المقابله الاولى مع الكبار، ثانيه، ثالثه، الرابعه، قال لي ما تزيدش، ما ديرش واش نقول لك، ما تزيدش تلعب مع الكبار، تحبط تلعب مع اللي قدك. بعد قلت يا واش عليه نديرها. قلت انا ندير واش يقول لي وخلاص. حكمتك كي راوغت كاع المدافعين وسجلت، جا ليا في النهايه قال لي اروح انا. قال لي فهمت علاش قلت لك دير هكذا؟ قلت لي دير احنا نحشموا نهضروا معاه. قال لي لا، خاطرش القوه تاعك راهي التم. قال لي القوه تاعك كي تحبط بالكره وتروح. قال لي واحد اخر يمد لابال، واحد اخر، كل واحد وين عطاه ربي هذه الموهبه. من تما وليت نلعب هكذا. ولكن هذا الانسان اللي قال انا ما حبيتش نجاوبه. هو لاعب قديم وفي عمره قريب 90 سنه. ما حبيتش نجاوبه لا في التلفاز، احترام من السن ديالو والتاريخ تاعو، ما حبيتش نجاوبه. من بعد تلاقينا في واحد المؤلمه، جا سلم عليا قال لي ماشي هذا واش حبيت نقول. قلت له واش عليه، خلاص خلينا. قلت وانا يا اخي ما جاوبتكش خلاص. أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذن كما شاهدنا كانت ردة فعل اللاعب الدولي السابق علي بن شيخ في الحصة التي يعمل فيها كمحلل خلال كأس العرب 2025 بقطر، في حصة المجلس التي يعدها الصحفي والإعلامي خالد جاسم. وكانت ردة فعل علي بن شيخ اللاعب الدولي السابق أو جوابه حول سؤال من طرف خالد جاسم حول خلافاته مع مدربي المنتخب الوطني الجزائري في الثمانينات، أين كان لاعبا في المنتخب الوطني الجزائري. إذن هذا كل ما في هذا الفيديو. شاركونا أراكم في التعليقات حول ما قاله اللاعب الدولي السابق علي بن شيخ وجوابه عن سؤال معد البرنامج. شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسوا دعمنا أيضا بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، والإعجاب أيضا بالفيديو ليصلكم كل جديد عن أخبار الرياضة وأخبار المنتخب الوطني الجزائري في حينها. شكرا لكم، إلى فيديو آخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.